أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. في البداية حابة أشارك معاكو حاجة حلوة جدا وممكن تكون خطوة كبيرة في طريقي، وطبعا دي بفضلكم، وهي إن بودكاست نقطة نور بقى في التوب 10 في فئة السلف امبروفمنت. وفي الحقيقة الرانكينج ده خضني ومتوقعتش بصراحة إن البودكاست يوصل لكل ده، وأصلا وأنا بقرأ الإيميل ما كنتش مصدقة. بودكاست نقطة نور بقى رقم 5 في العراق، و7 في المغرب، و8 في ليبيا، و10 في مصر، و11 في قطر، و12 في الكويت. وطبعا دي حاجة فرحتني جدا جدا، فحابة أشكر كل شخص بيسمع البودكاست، وكل شخص عمل تقييم أو ريفيو أو لايك على أي منصة بيسمع عليها البودكاست. وأنا ممتنة جدا ليكم، وأتمنى دايما أن البودكاست يعجبكم ويكون بيقدم حاجة مفيدة تقدر تساعد أو حتى بيريح نفسيا. وتاني حاجة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، ويا رب تكونوا متجمعين مع أهاليكم وحبايبكم. وأعتقد بمناسبة شهر رمضان مفيش موضوع أنسب من التسامح نتكلم عليه النهاردة. إزاي تقدر تسامح شخص؟ أكيد صعب إنك تحس بالخيانة أو الأذى أو الظلم من شخص أنت في يوم وثقت فيه، لكن ساعات بيكون الأصعب إنك تسامحه. لكن التسامح بيكون هدية لنفسك أنت قبل ما بتكون حاجة بتقدمها للشخص ده. لكن في الأول خلينا نسأل، هو يعني إيه إنك تسامح شخص؟ إنك تسامح في الأساس هو إنك تتخلى عن الغضب أو الزعل أو أيا كان اللي أنت حاسس بيه تجاه الشخص ده. بتقول دكتورة مريم ويبستر إنك تسامح هو إنك تبطل تحس بأي مشاعر تجاه الشخص ده. وبتقول عالمة النفس كريستينا هالت إن إحساسك بالغضب ناحية شخص أو إنك تكون مستني منه الاعتراف بغلطه أو الندم عليه، دي حالة داخلية ومش بتعتمد على أي حد غيرك أنت. لكن قدرتك إنك تسامح الشخص ده غالبا ملهاش علاقة بالشخص أو باللي عمله، قد ما ليها علاقة باللي أنت هتعمله وإزاي هتحول أفكارك ومشاعرك تجاه الشخص ده. ومش معنى انك تسامح شخص انك تتغاضى عن سلوك ضايقك، ولا معناه انك هتقبل الشخص ده في حياتك مرة تانية. لكن التسامح هنا معناه انك اتصالحت مع اللي حصل ايا كان هو ايه. ناس كتير بتربط انك تسامح حد غلط في حقك بشرط ان الشخص ده يجي يعترف بغلطه ويعتذر. لكن في الحياة للأسف هتقابل ناس كتير قوي لا بتعترف بغلطها ولا شايفة أصلا إن أفعالها غلط، وبعد ما بيأذونا ويدمرونا نفسيا بيكملوا حياتهم عادي ولا كأن أي حاجة حصلت. وإحنا للأسف اللي بنفضل نفكر فيهم ونحس إننا عمرنا ما هنقدر نكمل غير لما ناخد الاعتذار اللي إحنا نستحقه. وفي الآخر اللي بيتأذي هو إحنا، اللي ما بيعرفش يوصل للسلام الداخلي ويكمل حياته هو إحنا. بتقول الدكتورة ريتشل زار إن مهم جدا إننا نفتكر إن طبيعي إننا نكره التسامح، لأن جوه الإنسان آلية دفاع غريزية هي fight or flight، والآلية دي اللي بتكون جواك شعور من اتنين، يا إما بتكون عايز الشخص ده يرجع ندمان، أو بيكون عندك شعور العقاب إن الشخص ده ياخد اللي يستحقه قصاد الأذى اللي تسبب لك فيه. وبنمسك بقى احنا في السلاح الدفاعي ده في تعاملاتنا المستقبلية مع أي حد. لكن هنا لازم تسأل نفسك، هل الشعور ده بيساعدني في حاجة؟ وعلشان نبعد عن إننا نعذب نفسنا بالمشاعر دي كلها، لازم نفكر في التسامح مش على إنه حاجة بنديها لشخص تاني، لكن دي حاجة بنديها لنفسنا. وعلشان كده خلينا نشوف فوائد الغفران والتسامح. لكن الأول نفهم إيه اللي بيحصل لنا لما مش بنسامح. لما بنفضل متمسكين بشعور الغضب أو الزعل أو الانتقام، فده بيسبب لنا توتر وقلق وتقلبات مزاجية، وأكيد طبعا توتر في علاقاتنا التانية اللي ملهاش علاقة بالشخص اللي أذانا. إنك ما تسامحش بيكون مزيج ما بين الغضب والاكتئاب واللوم، لكن الأخطر من كل ده هو الركود. الإنسان بيفضل ثابت في تفكيره وحياته في مكان عاطفي متعلق بحادثة معينة، وبيفضل يعيد في الأحداث. وللأسف ده بيخليك تبعد عن الواقع والحياة اللي انت بتعيشها دلوقتي، وكأنك بقيت محبوس جوه حدث في الماضي ومش قادر تخرج منه. الموضوع ده بيمنعك انك تكون مرتاح في حياتك، وممكن يأثر على قراراتك في المستقبل. لكن لما بنسامح بنقدر نبعد عن كل الطاقة السلبية اللي بتملانا دي، وبنوفر كمان طاقتنا ووقتنا اللي بيضيعوا في الأفكار اللي مش هتفيدنا.
التسامح في أساسه هو إنك ما تضيعش طاقتك على موقف معين أو على شخص معين. لكن إزاي نطبق ده عملي؟ إيه الخطوات اللي مفروض نعملها علشان نوصل للتسامح؟ فخليني أعرض عليك عزيزي المستمع 5 خطوات للتسامح. أول حاجة، افهم سبب التسامح. قبل ما تبدأ تفكر في الموقف اللي جرحك وليه حصل وإحساسك بالظلم أو الغضب وتتسحب جوه دوامة الأفكار، خد خطوة لورا وفكر هو ليه لازم تسامح. كل الأفكار دي مش هتغير الواقع، بالعكس هتشدك لتحت. والحل الوحيد علشان تقدر تتخطى اللي حصل وتكمل من غير ما يكون في حمل على ظهرك يشدك لورا هو إنك تسامح. تاني حاجة، اعمل تقييم للموقف أو الشخص اللي عايز تسامحه. ابدأ فكر في الموقف أو الشخص وحدد ازاي هتقدر تسامح حتى لو حاسس إنك فعلا مش قادر. ابدأ حلل مشاعرك وافهم انت ليه حاسس بالحزن أو الظلم. هل انت حزين علشان عايز الشخص ده في حياتك، ولا زعلان على نفسك، ولا زعلان علشان اديت ثقتك لحد ما يستاهلاش؟ ابدأ اعترف بكل مشاعرك في اللحظة دي واديها الحرية انها تطلع. وبعد الاعتراف ابدأ بالتقبل. التقبل هو خطوة مهمة للتسامح، وهو اللي هيخليك تقدر تبدأ صفحة جديدة في حياتك. تالت حاجة، اشتغل على مشاعرك. التسامح بيحتاج شغل داخلي كبير، وإنك لازم تنتبه قد إيه أنت متمسك بإحساسك بالغضب أو الزعل وليه بتعمل ده. ممكن يكون شيء غريزي إنك ما تبقاش عايز تسامح، لكن لازم تدور عن السبب الحقيقي اللي مخليك تتمسك بمشاعر زي الغضب مثلا. هل أنت متمسك بيها بدافع الخوف ولا الانتقام؟ وإزاي هتقدر تتخلص من الطاقة دي في حياتك؟ وهنا بقى هتكون حاجة مهمة جدا، إنك تبدأ تحول المشاعر السلبية لإيجابية. إزاي؟ دلوقتي أنت حاسس بالزعل أو الغضب، والمشاعر دي بتدمرك ومش بتستفيد منها. ابدأ اسأل نفسك، أنت تستحق إيه؟ تستحق مشاعر راحة، تستحق مشاعر سعادة، تستحق مشاعر أمان. طب إيه اللي هيحقق لك المشاعر دي؟ وابدأ حول تفكيرك على إزاي تحقق المشاعر الإيجابية وهتعمل إيه يفيدك. افتكر دايما إن مفتاح سعادتك وراحة بالك في إيدك أنت، مش في إيد حد تاني. رابع حاجة، اختار إنك تتخطى وتسامح. بمجرد ما تبدأ تسكت الدوشة اللي جواك، لما ترتب مشاعرك وتعترف بيها وتبدأ توجهها بشكل صح، هتقدر تختار إنك تسامح. في النهاية التسامح ده اختيار. بتقول دكتورة ريتشل زار إنها لاحظت إن خطوة التسامح بتتضمن إنك تقول صراحة إنك مسامح فلان عن الحاجة اللي حصلت، أو مسامح نفسك على حاجة عملتها. ومش شرط إنك تقول، لكن ممكن تكتبها على ورقة وتقطعها أو تحرقها كنوع من الاعتراف منك بالتخطي. هنا فكرة إنك توصل لمرحلة الاختيار، إنك تختار نفسك وراحتك. بتختار التسامح لأنه ليك أنت قبل أي حد. خامس حاجة، إنك تبقى مستعد للنكسات. مش بس علشان وصلت للمرحلة اللي فاتت تفتكر إنك كده خلاص تمام، لأن ممكن يحصل نكسات على طول طريق التسامح، لأن ممكن المشكلة اللي حصلت قبل كده تحصل تاني. التسامح هيكون عملية مستمرة، لأن ساعات بنحاول نبعد عن شيء بيأذينا، لكن للأسف بتحصل حاجة بتصحي الماضي. خليك دايما منتبه لأي حاجة بتحفز ذكريات مؤلمة أو بتفكرك بحاجة بتحاول تتخطاها. وكل ما تلاقي نفسك بترجع لدوامة الأفكار، اسأل نفسك، أنا ليه هنا؟ أنا ليه بفكر في كل ده؟ وبعدين ارجع تاني واختار إنك تسامح، اختار راحة بالك. في النهاية إنك تسامح عمرها ما هتبقى حاجة سهلة، لكن هي حاجة تستاهل إنك تحاول وتتعب علشانها. انت ممكن تسامح شخص لكن في نفس الوقت تبعد عنه لو كان أذاك. انك تسامح مش معناها انك تنسى او انك تتصرف كأن مفيش حاجة حصلت، لكن التسامح معناه انك توصل لمنطقة جواك تحس فيها بالأمان والسلام النفسي. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.